يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تاريخ 30/10/2023 من امام المحكمه الاتحاديه العليا انصفت هذه المحكمه وانصفت المجاهدين الابطال في ساحات القتال، ابطال الحشد الشعبي، بعد ان طعن السيد رئيس الوزراء للاسف في فروقات الابطال. اليوم المحكمه ردت هذه الدعوه بعد متابعه من قبلنا، وردتها لعده امور من ضمنها تجاوز المده القانونيه للطعن، لكن للاسف هذه رساله غير طيبه من الجهات المعنيه، رساله غير طيبه من الحكومه انه ما ترغب في المضي باتجاه الفروقات، لكن اليوم القانون اللي شرعه مجلس النواب ضمن الدستور ملزم بصرف فروقات الحشد الشعبي عن طريق وزاره الماليه بتامين التخصيصات. لا يقولوا لي ماكو فلوس، لا يقولوا هاي ماده قانونيه، احنا الاقليم كردستان ما مخصص لنا نعطيها المبالغ وجاي يعطون ديون. طبعا تقولوا ماكو سيوله لان مواكله ثبت الاقليم 700 بالشهر، وراح تمتد السنوات القادمه والسنوات اللي بعدها. ب3 سنوات اعتقد راح يمتد موضوع القروض، واحنا ان شاء الله ايضا قايمين دعوه يوم 12 على رئيس الوزراء فيما يخص منح القروض. ان شاء الله نكسبها مثل ما كسبناها بحكومه السيد الكامل. فنبارك لاخوتنا ابطال الحشد الشعبي على هذه اليوم الدعوه، ونتمنى على الهيئه بالالتزام بهذه المقررات، بالتواصل مع وزاره الماليه لتامين التخصيصات. موضوع ايراد شد حساب يشمل كل السنوات، يعني احنا قلنا ب 23 ناخذ 100 تشمل بشهرين او تشمل جزء من التخصيصات، لكن هو على سنه 24 اللي باقي لها شهر واحد شهر ونص، وسنه 2025 وضوح كل التخصيصات. تحياتي.